كنا في رمضان وكنا راكبين القطر ومروحين. القطر كان زحمة زي كل يوم، الناس كانت تعبانة من الصيام ومن السفر، وكل واحد عايز يوصل بيته قبل أذان المغرب. فجأة سمعنا صوت ضعيف بيعيط. الصوت كان جاي من الحمام. كلنا افتكرنا إن في واحد في الحمام وابنها الرضيع بيعيط. واحد من الركاب خبط بالراحة على باب الحمام وقال: يا ستي يا اللي جوه، انت كويسة؟ بس محدش رد. الراجل خبط تاني وقال: يا اللي جوه طمنونا عليكم، انتم كويسين؟ بس برضه محدش رد. ست من اللي واقفين قالت: هفتح على الباب واشوف في ايه. وفعلا فتحت الباب، وكانت المفاجأة اللي صدمتنا كلنا. طفلة رضيعة لسه مولودة مرمية على أرضية الحمام وبتعيط وبتترعش من البرد ومفيش حد معاها. الست خدت الطفلة في حضنها وقالت بصوت عالي وسط جميع الركاب: بنت مين دي يا جماعة؟ للأسف محدش رد. والست قررت الندى وقالت: بنت مين دي يا جماعة؟ حرام عليكم. بس برضه محدش رد. الست ضمت البنت لحضنها بحنان وقعدت تهدهدها وتطبطب عليها كأنها بنتها. بلغنا ناظر المحطة وهو بلغ الشرطة، والشرطة بدأت تبحث في الموضوع. وعرفنا بعد كده إن اللي رمى البنت دي في الحمام أبوها وأمها، وهربوا علشان يهربوا من الفضيحة وعلاقة غير شرعية. الأب والأم كانوا من المتسولين اللي موجودين في المحطة، والبنت دي كانت نتيجة غلطتهم. خدوا البنت وودوها تحت رعاية المستشفى وتحت حماية الدولة. وهم واخدينها كنت ببص لوشها البريء وأقول: يا رب عوضها بقلوب تكون أحن عليها من القلوب اللي رمتها.